والله العظيم الاهلي لو برجل واحده هيكسب افريقيا والدوري وكاس العالم للانديه. حل عنه يا عم، انا اللي محتاج مساعده. ما هو يا اخوانا انتوا قولوا لنا، عايزين الكوره في مصر تبقى عامله ازاي؟ عايزينها تمشي ازاي؟ بالمحسوبيه بقى والمجاملات والرشاوي والتحكيم والمؤجلات ومش عارف ايه؟ لا، يبقى نفضها سيره ونوفر ده كله ونعمل البطوله في الاخر، نقوم جايبين الدرع ونسلمه للنادي المفضل ليكم كل سنه وخلاص، بدل ما نصرف وندعم ونجيب لعيبه ونجيب صفقات ونخش ننافس وفي الاخر نخسر الدوري بفعل فاعل. انا مش هكسب الدوري كده كده، بس طبق اللائحه، لان لما اطبق اللائحه هكون عندي انا فرصه ان انا انافس على المركز الثاني، ان انا العب افريقيا، يكون عندي فرصه ان انا اطلع من الكونفدراليه. لما انت ما بتطبقش اللائحه، انت كده بتقول ان في نادي واحد بس هو المسيطر، هو اللي انا هخدمه، الباقي كله هضربهم بالجزم. نفسي اقعد مع اللي طالع القرار ده اهو، اقعد بس معاه وافهم دماغه، اشرب معاه كوبايه قهوه كده انا وهو بس، واعرف هو ليه عمل كده. اقسم بالله اتحدى اي حد يقول لي مبرر منطقي. المشكله انه قال لك المبرر بتاعه ايه بقى؟ قال لك اصل انا ما كانش في اصل الاهلي ما كانش في نيته انه ينسحب، وربنا عذر اقبح من ذنب. الاهلي ما كانش في نيته انه ينسحب، خلاص بقى لما واحد يشوط الكوره بره الجون يحسبها له جون، اصل في نيته انه يحطها في الجون. هو احنا ماشيين بالنوايا؟ في لائحه بتقول لك ان الفريق المنسحب ماليش دعوه بقى منسحب في نيته مش في نيته، في لائحه بتقول لك ان الفريق منسحب يبقى طبق اللائحه باعتباره منسحبا من الماتش فيخسر 3-0 واخصم منه 3 نقط بتوع الماتش و3 اضافيه على الانسحاب اخر الموسم. هل انت عملت كده؟ انت كنت عامل كده لما الاهلي اشتكى، ده من اغرب الحاجات، الاهلي اشتكى اللجنه الاولمبيه قالت لك ان شكوى الاهلي مرفوضه ما تنفعش باطله، ده انت معدل القرار. طب انت عدلت القرار بناء عن ايه؟ اللجنه الاولمبيه اللي انت قلت هاخد بيها قالت لك الشكوى باطله، انت عدلت القرار ليه؟ هات لي سبب منطقي. انا متوقع، انا كده كده ان شاء الله انا متوقع ان المحكمه الدوليه هتجيب لنا حقنا، اصل دي لوائح وقوانين دوت بقى مش من دماغ امك هي. انا ماسك لساني اقسم بالله، بس بجد اللي بيحصل ده عبث. اي اهلاوي ما يقولكش على المشهد اللي حصل ده انه عبث وانه ظلم، يبقى بص، يبقى كده عدى حدود الفجر. اصلا لحد دلوقتي كل الاهلاويه اللي اعرفهم اكدوا لي ان الخبر ده فعلا ظلم، كلهم والله. ففعلا لو اي اهلاوي قال لك ان الخبر ده صح ومش صح، ده بقى تسيبه بقى ربنا معاه ويعينه ويتولى ويهديه، يمكن يخش الجنه. بس اللي بيحصل ده انا مش عارف اقراه غير ان الاهلي هو المسيطر، غير ان فعلا الكره في مصر ماشيه برئاسه الاهلي، ولا في اتحاد كوره ولا في رابطه انديه، الاهلي هو اللي داير. انا مش عارف اقراه غير كده والله، اقسم بالله انا عمال اجيبها يمين وشمال. طب ايه الفكره؟ ايه السبب؟ انا مش لاقي حاجه والله، انا مش لاقي مبرر. يا عم الغي المسابقه، الغي الدوري هيتدرع كل موسم حد محمود الخطيب وسلمه له وخلاص. يا عم مش ينفع كل موسم الاهلي يكسبوا بفعل فاعل. عايزين ننافس زي الناس، عايزين نشوف كوره يا عم. مش عايزين نشوف كوره، عايزين نشوف عدل. يا عم اخسر الدوري مفيش مشكله والله، ما عندي مانع، بس اشوف عدل بتطبق. هو انت عايز تفهمني ان الاهلي يعني لو ما اتجاملش هيخسر الدوري؟ الاهلي هيكسب الدوري بيك، من غيرك هيكسب الدوري. الاهلي اقوى نادي في افريقيا كلها، في الشرق الاوسط، مش محتاج اقسم بالله مجامله. ما تسيبنا ننافس، سيبنا نلعب كوره نظيفه. اللجنه الاولمبيه اللي الاهلي استند عليها قالت لك القرار باطل، قالت لك شكوى الاهلي باطله، تقوم انت تقولها لا اصل انا هعدل القرار. اللي جنني المبرر بتاعه يقول لك اصل ما كانش في نيته انه ينسحب. ما تجننيش وحياة امك، ما كانش في نيته انه ينسحب. انا لما اتسحبت الموسم اللي فات عشان كنت عايز عامر حسين يمشي وكنت عايز اجيب رئيس تحكيم اجنبي، قلت لي ايه؟ قلت لي اخر الموسم حاليا مش هينفع. قلت لك لا وانسحبت، واتطبق عليها 6 نقط، اتخصم 3 نقط بتوع الماتش و3 نقط اضافيه للانسحاب، وكملت الدوري. وبعد الدوري ايه اللي حصل؟ جه اجنبي والزفت التيم مشي. تمام، ما اختلفناش معاك، بس طبق عليها عقوبه الانسحاب. خلاص انا بقى كنت اطلع اقول لك اصل ما كانش في نيتي ان انسحب. ما هي ماشيه كده، بين النادي الاهلي عايز انا هعمله له، انا خدام للنادي الاهلي، الباقي كله لا. انا اقسم بالله كل الاهلاويه اللي اعرفهم على السوشيال ميديا، اصحابي، اي حد، قالوا انه قرار ظلم. انت متخيل ان الاهلاوي يقول لك كده؟ ده حاجه كبيره يعني. خلاص يبقى انت عملت قرار فجر عذر. والله ما عاد عندي شغف اصلا. اصل هعمل ايه؟ هنكسب برضه هتيجي هتوقفك، هتكسب مش عارف ايه هيجي تحكيم يعطلك، طب هتعدي التحكيم هيجي قرار مرات ده يعطلك. لازما كل حاجه بتعطلك. انا مش فاهم ليه. هل الاهلي محتاجكم؟ والله العظيم الاهلي لو برجل واحده هيكسب افريقيا والدوري وكاس العالم للانديه. حل عنه يا عم، انا اللي محتاج مساعده. انا ما اعرفش اي عوض من العوض والله.